تركيا وإيران أعداء للكرد، والباكك عدو بقدرهما. منذ الهجوم الصاروخي الإيراني على العاصمة أربيل وبدء التظاهرات الشعبية ضد الجمهورية الإرهابية، شارعت الباكك ووسائل الإعلام في حملة شعواء لتبرئة الجمهورية الإرهابية بتساؤلات لماذا لا تسمح حكومة إقليم كردستان بالتظاهرات ضد دولة تركيا في محاولة لتحريف الوقائع وتبييض الوجوه السوداء لأسيادها في طهران. الشعب الكردي في إقليم كردستان يرى الباكك كمحتل. بداية نقول الشعب الكردي في إقليم كردستان يعلم جيدا أن العدو عدو، وأن أي طرف يحتل أراضي كردستان أو يعتدي على الشعب الكردي ويضطهده يعتبر محتلا غاصبا عليه. فلا تختلف الأحزاب الكردية اسما فقط، والتي تنفذ أجندات الدول المحتلة لكردستان وتحقق أهدافها ومصالحها عن الدول المحتلة لكردستان نفسها. بالنسبة للشعب الكردي في ليلة 15/6/16 كانون الثاني عام 24 قصف الحرس الثوري الإيراني عدة مناطق مدنية في عاصمة إقليم كردستان أربيل ب11 صاروخا باليستيا أسفل القصف، عن استشهاد 4 مدنيين وإصابة آخرين من بينها حالات حرجة. أبدى الشعب الكردي في إقليم كردستان والعالم ردود أفعال غاضبة شديدة تجاه إيران، ووصف الهجوم بأنه غير إنساني وإرهابي وغير مبرر. اشتعلت عموم مدن إقليم كردستان بتظاهرات جماهيرية حاشدة، ورفعت فيها أعلام كردستان، وأطلقت شعارات مناهضة مناددة لإيران. منذ ذلك الحين بدأت الباكك تحاول جاهدة تغيير هذا الواقع وتصوير إيران على أنها دولة بريئة صديقة. الباكك التي تعد حلقة هامة في سلسلة محور المقاومة وجزءا رسميا من ميليشيات الحشد الشعبي بدأت بالدوران في دوامة الأجندات الإيرانية، ما يؤكد أن لها يدا في أي هجوم إيراني على أربيل وكردستان. لماذا لا يتظاهر شعب إقليم كردستان ضد تركيا؟ منذ بداية انطلاق التظاهرات الشعبية في إقليم كردستان ضد إيران تحاول الباكك تضليل الشعب الكردي بأسئلة لا معنى لها، لماذا لا تسمح حكومة إقليم كردستان بالمظاهرات ضد تركيا؟ أو لماذا لا يتظاهر شعب إقليم كردستان ضد تركيا؟ والجواب غاية في الوضوح، فشعب إقليم كردستان لا يتظاهر ضد تركيا لأنهم يعلمون ويفهمون جيدا أن الباكك تقدم باستمرار المبررات والحجج لتركيا لمهاجمة إقليم كردستان. بات الشعب يدرك تماما أن أي كارثة أو فاجعة تلم بإقليم كردستان من قبل تركيا فهي تحدث برعاية ودعم من الباكك. بالمقابل لم تبرر الأحزاب الكردية في رجالات كردستان إيران عدا الأحزاب الموالية لإيران والأحزاب والكيانات التابعة للباكك في رجالات كردستان لم تعطي أي حجج أو مبررات للدولة الإيرانية بمهاجمة إقليم كردستان. لنوضح هذا أكثر، أولا تحترم أحزاب رجالات كردستان حكومة إقليم كردستان بخلاف الباكك وأذرعها، فلا يمكنون أي احترام لحكومة إقليم كردستان بل يتعاملون معها كعدو. ثانيا تمتثل أحزاب رجالات كردستان لجميع قوانين حكومة إقليم كردستان بخلاف الباكك فلا تعترف بحكومة إقليم كردستان فضلا عن قوانينها. ثالثا وضعت أحزاب رجالات كردستان قواتها المسلحة في خدمة وزارة بيشمركة كردستان في الحرب ضد إرهاب داعش، على عكس الباكك التي رأت في هذه الحرب فرصة للسيطرة على مناطق بيشمركة كردستان. رابعا لا توجد قوات مسلحة لأحزاب رجالات كردستان في إقليم كردستان أو على الخط الحدودي الفاصل مع إيران بخلاف الباكك التي احتلت حدود إقليم كردستان بشكل كامل وأهدته للأتراك. خامسا لم تتدخل الأحزاب الكردية في رجالات كردستان في شؤون مواطني إقليم كردستان على الإطلاق، على عكس الباكك التي أثقلت كاهل مواطني إقليم كردستان بالضرائب والإتاوات وممارسة أشد أنواع الظلم والاضطهاد بحقهم. باختصار تحاول الباكك بالأخص منذ عام 14 ليس فقط إخفاء تحالفاته ومعاهداته السرية مع إيران بل كذلك التستر على الهوية الاحتلالية للدولة الإرهابية الإيرانية وإظهارها بمظهر الدولة البريئة والصادقة للكرد.